يوم في حياة واليوم النهاردة هيحصل فيه حاجات حلوة كتير قوي، وزي ما متعودين اول حاجة بندخل عليها الليفنج، وكان متبهدل جدا يا جماعة لاني بجد امبارح كنت تعبانة قوي. خلصته في السريع كده ورشيت معطر ودخلت بقى على المعركة. حرفيا المطبخ كان متدمر، بس قبل كل ده اديت الشقة كده كلها كده كنسة سريعة ومسحتها، وبعد كده نزلت استلمت اوردر، والاوردر ده منتجات انا جربتها قبل كده وطلعت حلوة، فطلبت باقي المنتجات من عندهم. اديت بقى للمطبخ كده ترويقه عميقه، وبعد كده بقى عقمت حاجه وردوده كويس قوي. وحقيقي المنظر ده بالنسبه لي راحه نفسيه يا جماعه، مجرد ما بخلص كل حاجه كده ببقى مرتاحه قوي. طبعا اكلت ورد، وبعدين بقى اديتها شاور لذيذ كده، سبتها بقى تلعب شويه. كنت عامله لها الزعروره دي شكلها كان حلو قوي. بعد كده بقى انا كنت متبله البانيه من الصبح كده، وبعد كده بقى قلت اما اخد شاور كده محترم، وجبت بقى منتجات جديده هبقى اكلمكم عنها مجرد ما اشوف منها نتيجه. بعد كده عملت حمام كريم من منتجات لوفيرا، هكلمكم عن كل حاجه بالتفصيل. وطلعت بقى عملت المكرونه وتبلت البانيه وجهزت الغدا واتغديت. بعد كده بقى دخلت عشان البس وردوده ولبستها. كنت محترمه بين التوكتين دول بس لبستها السودا، ولبست انا كمان عشان انزل اعمل لها اشتراك في النادي لان هوديها تمرين سباحه. واكتر حاجه عجبتني يا جماعه النادي، بجد انبهرت بيه. مكان لذيذ جدا لانه فاميلي جدا وحلو قوي، وهنا كانت وردوده بجد مبسوطه قوي. الخروج في الوقت ده للاطفال بيفرق في نفسيتهم جدا. وانا هنا كنت انا ومنونه يا جماعه، عشان الناس اللي بتقول ان احنا زعلانين من بعض، ودي كانت منونه عادي بتحب ورد جدا. وهنا كنا ماشيين بنضحك ونهزر ونقول عوده العلاقات من تاني. عشان طالما وصلتوا لهنا يبقى اليوم كده لحد هنا خلص، واستنوني في يوم جديد. باي.